السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى أكلة جميلة كده، مش هتاخد وقت برضو معانا في المطبخ. أول حاجة هنصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هجيب كده فلفل أخضر، غسلته كويس وشلت العنق اللي فوق بتاعه ده، يعني قسمت نصه عشان أعرف أحركه في المقلاية، وفتحته بالسكينة كده من جنب من ناحية واحدة. كل فلفلاية فتحتها كده عشان لما اجي احط لها الدقة. سخنت الزيت كده كويس وبعد كده نزلت بالفلفل. الزيت طبعا كان عمال يطرقع بطريقة فظيعة. حطيت شوية ملح فيه، هدا شوية. وبعد كده بقلبه، يعني مفيش دقيقتين هنا ودقيقتين هنا، بيتقلب على طول عشان ما يتحرقش معاكي. لازم ياخد اللون اللي هو الفاتح ده، يعني يا دوبك بيكون طري كده. تجسيه بالشوكة كده، مش تجسيه بالشوكة بطرفها، لأ، يعني بظهر الشوكة كده تشوفيه طرى، تقومي بقى ايه، شايلاه، تقعدي تقلبي فيه، وبعد كده لما يستوي تقومي شايلاه. انا كده خلاص استوى معايا اهو، عمالة اجس اهو بظهر الشوكة. وبعد كده بصفي بقى من الزيت واشيله يعني بصفي من الزيت كويس واشيله. هسيبه شوية بس يهدى كده، مش هعمله الدقة دلوقتي عشان اعرف امسكه. هنا كنت عصرت طماطميتين كده بشوية مية صغيرين. الملوخية بقى يا جماعة، مادام ما عنديش شوربة بعصر لها طماطميتين او طماطمية واحدة، وبحط كوباية مية على النار في الحلة كده، وبقوم نازلة بعصير الطماطم. مش عايزة تحطي الطماطم براحتك، بس الطماطم وكمان ما بعصرهاش لان هما بيحبوها بالقطع كده. زودت شوية مية كمان قبل ما تغلي كده، وضفت حبهان ورق لوري وبصلة متقطعة كده نصين، ومرق الدجاج. وسبت الخليط ده يغلي كده، غطيت عليه وسبته يغلي عشان البصلة تستوي، لان انا مش مخرطاه خرط صغير عشان ما تبقاش في قلب المكرونة، يعني كتير بقى بصل كتير كده. لا، انا قسمتها بالنص وبس، ما خرطتهاش. جيت هنا بقى بعد ما الفلفل دبل شوية، جبت الدقة بتبقى من التوم طبعا والملح، وحطيت شوية بابريكا وشوية كزبرة وشوية خل او ليمون، اللي انت عايزة تحطيه. انا بحبها بالخل او بالليمون، ما بتفرقش معايا. حطيت بقى من الدقة كده شوية من الدقة في قلب الفلفلاية يعني، لحد ما تبلته كله وسبته بقى على جنب كده عشان ياخد من طعم التتبيلة. جيت هنا بقى الشوربة اللي انا عملتها دي خلاص غلت والبصل استوت جواها. قمت نازلة بقى بشوية الملوخية اللي عندي، شوية ملوخية خضرا ناشفة. بس شوفوا شكلها عامل ازاي، خضرا مغمقتش ولا اي حاجة. بعد كده هسيبها تغلي غلوة صغيرة كده بسيطة، ما تغليش كتير طبعا عشان ما تسقطش. حطيت الملح وحطيت شوية كزبرة ناشفة فيها، وكمان هحط كزبرة ناشفة في الطشة بتاعتها. هديها غلوة واحدة بس كده قبل ما اعمل لها الطشة واطفي عليها. بعد كده بقى هجيب التوم، جبت راس توم صغيرة وقمت دقاها كده، وجبت حبة زيت في مقلاية، وهصفر التومة كده، هديلها تحميرة بسيطة وعليها شوية كزبرة ناشفة. هنا بقى خدت من التومة توم كده يعني ني لسه ما اتحمرش. حطيت يعني حاجة بسيطة زي مثلا ايه، فصين كده، فصين مهروسين، حطيتهم في الملوخية. وبعد كده جبت بقى بقية التومة، قيمة معلقة كده من اللي هي بتاعة الأكل، ونزلت في الزيت. وهحطها بقى في الملوخية بس تاخد اللون الاصفر بتاع الطشة كده. اول ما تبدأ تدخل في الاصفر ده، في اللون الاصفر، هحط لها كزبرة ناشفة. اهو حطيت بقى الكزبرة الناشفة كده على التومة، تاخد لها تحميرة هي كمان وريحتها تطلع. وبعد كده اعمل بقى الطشة للملوخية.
وكده خلاص عملت الطشة الملوخية. هسيبها برضو هديلها غلوة بس ما تزوديش عن كده، يعني ولعت عليها النار تاني اهو. ما تزوديش عن كده عشان ما تسقطش منك في قلب الحلة وتلاقي فوق الشوربة هي اللي عايمة، ولا تغليها كتير ولا تقلبي فيها كتير ولا تغطيها. التلات حاجات دول يخلوا الملوخية تسقط منك على طول. سوري انا اسفة. دقتها بقى كده عشان اشوف الملح بتاعها، طلعت خطيرة طبعا، طعمها جميل. اهي اديلها الغلوة بقى خلاص، واطفي عليها النار وما غطيهاش، اسيبها كده عشان ما تسقطش زي ما قلنا. جيت هنا الفلفل بقى بقدمه في طبق تاني كده غير الطبق اللي هو كان فيه. وحطيت الدقة كده اللي كانت في الطبق فوقه برضو بتدي طعم جميل قوي. هجيب بقى الملوخية، هجيب لها طبق ليها هي بقى، وهغرف الملوخية كده. البصل ده مستوي بيبقى طعمه جميل قوي، يعني اما يجي في الاكل كده يبقى طعمه حلو. طبعا الاكلة دي بتتاكل بالعيش، ممكن تعمليها للاطفال بس شوية رز عشان لو هما بيحبوش ياكلوها بالعيش. وقطعت طماطمية طرنشات كده جنبهم عشان تبقى يعني الفلفل طبعا فيه دقة والملوخية ليها طشة، فتحطي حاجة بقى تبرد بقى، طماطماية خياراية. بس كده هي دي خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة، وصفة جميلة تتاكل بالعيش كده. جربوها بطريقتي، الملوخية الناشفة هتعجبكم جدا. اهم حاجة بقى لو وصلتي لحد هنا وعجبك الفيديو ياريت ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس.